السلام عليكم ورحمة الله. أدعوكم للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أخبار اليوم، أبدى الناخب الوطني نبيل أباها استياءه وتذمره الشديد من تغيير موعد المباراة النهائية من المساء إلى الثالثة بعد الزوال، مشيرا إلى أن اللاعبين المغاربة مستأنسون للعب في التوقيت المسائي. وأشار نبيل أباها أنه وبالرغم من هذا التغيير المفاجئ فإن اللاعبين المغاربة سيفعلون ما بوسعهم من أجل الظفر باللقب القاري. وفي الخبر الثاني، بدأ على كتيبة الناخب الوطني نبيل أباها أجواء من الارتياح من أداء اللاعبين المغاربة، وخصوصا الحارس العنكبوت بولعروش، والذي رجح كفة المنتخب المغربي أمام نظيره الإيفواري. ومن المرتقب أن تكون المباراة أمام مدرجات مملوءة عن آخرها، وهذا الأمر سيكون له مفعول إيجابي لحسم المباراة مبكرا. وفي خبر آخر مفرح للجمهور المغربي، فإن تاريخ المواجهات المباشرة التي جمعت بين المنتخبين المغربي والمالي دائما ترجح كفة أسود الأطلس، ولهذا فإن المنتخب المغربي هو الأقرب للظفر بالكأس الإفريقية، ولأن المنتخب المالي لم يتوج بأي نهائي تأهل له على مدى تاريخه. في خبر آخر، تسربت بعض الأنباء التي تقرب طارق السكيتيوي من الطاقم التدريبي لأسود الأطلس، وذلك بعد الأداء المبهر لأسود الأطلس في أولمبياد باريس، ومن أبرزها دكه لمنتخب الفراعنة ب6 أهداف نظيفة. تعتبر هذه النتيجة الكبيرة التي حققها المنتخب الأولمبي المغربي في شباك المنتخب المصري نتيجة ثقيلة ويصعب تحقيقها مرة أخرى. كان هذا آخر خبر في هذا الفيديو، وأقدم الشكر للمتتبعين الكرام، والسلام عليكم.